خلي بالك، في ناس حياتها بتبوظ مش عشان اختارت غلط، عشان رفضت تغير سكتها بس. ما تكملش في قرار غلط لمجرد انك بدأت فيه صح، عشان انت غالبا مش بتخسر في حياتك مش عشان مش فاهم، لكن عشان مكمل. واكبر كذبه اتزرعت في دماغنا من واحنا صغيرين ان اللي بيغير رأيه ضعيف، وان اللي بيكمل في طريقه هو القوي. بس الحقيقه ان اللي بيكمل في قرار غلط بعد ما يعرف انه غلط ده مش قوي، ده اللي بيخسر بس بيشياكر. والاخطر يا محترم ان في مساله رياضيات بسيطه جدا تخلي دكاتره جامعات وعلماء في الرياضه يتخانقوا وبعدين اعتذروا. ادي القهوه يا عم. تخيل انك في برنامج مسابقات وقدامك 3 ابواب، باب وراه عربيه والاتنين التانيين وراهم معيز. انت اخترت باب من ال3. المذيع اللي عارف كل حاجه هو صاحب اصلا برنامج المسابقات فتح باب من الاتنين التانيين، والمفاجاه ان الباب اللي فتحه المذيع كان وراه معزه. اتفضل بابين، الباب اللي انت اخترته والباب التاني اللي انت ما انتش عارف هو وراه معزه ولا عربيه مرسيدس. المذيع بصلك وقال لك سؤال: تحب تغير ولا تكمل على اختيارك؟ طبعا انت قلت زي 90% من الناس. هتلاقيك دلوقتي قلت ما هي 50-50 لو كملت زي اخترت الباب التاني. بس انت غلط، وال90% من الناس برضو غلط. وهنا مش انا اللي بقول ان انت غلط، ده الرياضيات يا محترم هي اللي بتقول ان انت غلط. تعالوا نرجع بالزمن لورا في سنة 1990. عالمة اسمها مارلين نشرت حل للغز ده في صحيفة أمريكية، وقالت بمنتهى الثقة: الأفضل إنك تغير اختيارك لأن فرصتك بتبقى أكبر. الدنيا قامت ما عادتش، آلاف الرسائل جات لها بتشتمها، ودكتور جامعة في الرياضيات بعت لها رسالة بيقول لها: أنا دكتور في الجامعة واللي أنت كاتباه ده غلط وجهل بالرياضه. تخيل عالمه رياضيات بيتقال لها انها مش فاهمه، وده ليه؟ عشان الفكره كانت ضد احساسهم بس بعد تجارب ومحاكاه وتكرار الاف المرات على الكمبيوترات وعلى الواقع الحقيقه ظهرت. هي كانت صح، وناس كتير رجعت واعتذرت، ودكاتره الجامعه وعلماء الرياضيات وناس نزلوا لها اعتذارات رسميه عشان اكتشفوا حاجه واحده: ان التمسك بالغلط مش قوه، ده خوف متنكر في شكل ثقه. خليها اكبر شويه، مش 3 ابواب، اعتبر نفسك قدام 100 باب، باب واحد فيه جايزه و99 باب وراهم معين. انت طبعا الباب اللي انت اخترته فرصتك فيه هتساوي 1%. المذيع اللي عارف كل حاجه فتح 98 باب غلط وراهم معيز وساب بابك وباب تاني. دلوقتي بقى هل منطقي والشخص اللي قدامي ده اللي الدنيا جايه عليه وحظه اسود كان صح من اول اختيار من 100 باب، ولا الباب التاني شال كل الاحتمالات تقريبا؟ التغيير هنا مش مخاطره، التغيير هو القرار الأذكى. ده اسمه قانون بيز. ببساطة كده لما تظهر لك معلومة جديدة حدث قرارك. اختيارك الأول يا محترم كان احتمال مش حقيقي، ولما الحقيقة تبدأ تبان الخطر الحقيقي إنك تتمسك باختيار قديم أصلا. المشكلة مش في الأبواب، المشكلة في الجملة دي: أنا بدأت يبقى كمل. زي واحد كده رايح يجيب عيش وواقف في طابور ساعتين ولا طابور تاني جنبه فاضي ويرفض يتحرك. ليه؟ عشان مستخسر الوقت اللي فات. بس الحقيقة إن هو كده بيخسر أكتر، عشان اللي فات خلاص انتهى، وده مش استثمار، ده دين. بص لنفسك كده يا محترم، في قرار في حياتك انت عارف انه غلط، علاقه انت مكمل فيها وانت عارف انها غلط، شغل بيستنزف من طاقتك وصحتك وما بيديلكش حقك وانت عارف انه غلط ومكمل، طريق مش بتاعك بس برضه مكمل علشان مستخسر اللي فات. الاشارات واضحه بس انت مكمل في سكتك، وده عشان غرورك. ما تكملش في قرار غلط لمجرد انك بدأت فيه صح. كل يوم بتكمل فيه انت مش ثابت، ده انت بتغرق. العلماء اعترفوا انهم كانوا غلط. السؤال بقى محترم: هل انت عندك الشجاعة تقولها؟ دي 3 مرة بقولها لك، ما تكملش في قرار غلط لمجرد انك بدأت فيه صح. واللي يقول لك التغيير ضعف قول له معلش، التغيير مش ضعف، التغيير انك تحترم الحياة اكبر من كبريائك وغرورك، وقتها بس هتبدأ تكسب. وده كان في حب الرياضيات. السلام عليكم.